ترند مكسر الدنيا، مكتسح العالم العربي حرفيا بشكل رهيب. والمشكلة انه بيض راح اجيب اول حلقة من سلسلة مكافحة صراصير. كل الكومنتات اللي هن اثنين عم بتقول نزل فيديو عن الترند الاخير. طبعا ما في شيء من الحكي، بس اني الي شهر على السوشيال ميديا وعم بشوف نفس المشهد بس بغير ممثلين. مليت. الترند هو كالتالي. ما راح اخدع مثله صراحة. Dame un girl, ¿Un qué? un girl, ¿Un qué? ¿Un qué? un girl, ¿Un qué? un girl. ¿Un qué? وكثير ناس عاملين نفس القصة، فأني قررت أدور على المصدر الأساسي وأعرف المؤسس العظيم لهذا الفن واللي نشره كمان. عملونا مسخرة قدام باقي الشعوب. المهم دورت بكل الفيديوهات على كل المنصات، وأقدم فيديو لقيته هو هذا. Dame un girl. ¿Un qué? ¿Un girl? ¿Un qué? ¿Un qué? نازل بثلاثة ستة، يعني من شهر تقريبا، وما لقيت ولا فيديو قبله. يعني ما بعرف إذا المعلومات دقيقة والبحث دقيق كان، بس أنا ظليت ساعات بدي لاقي فيديو قبل هذا الفيديو اللي نازل بثلاثة ستة وما كنت لاقي. دورت كثير، وبعد ما بحثت على جوجل عن ونكي ونكر فطلع لي باللغة الأجنبية. طلع كلمة باللغة الأجنبية، وأنا من الفضول طبعا قلت خليني ترجم. المهم بعد ما ترجمت طلع لي إنه من اللغة كورسيكية. وات كوركسي كوركسي كورسيكية، مش عارف انطق اسمه الصراحة. ما في غير لغتين بالعالم أنا بعرف، العربي والإنجليزي. شو هاي كورسيكية؟ كوركي. بحثت عن اللغة، طلع لي إنه هاي اللغة بفرنسا وإيطاليا متداولة. الناس غاد بيحكوا هاي اللغة. إنه معنى هاي الكلمات دمي غر، أعطني غر، مثل وقت تقول أعطيني صول، أعطيني فا، أعطيني إيقاع، أعطيني دم، أعطيني تك، هيك يعني بهالمعنى. فالبنت هون كان قصدها إنه أعطني غر. ما بعرف ليش هي الغر، هي يمكن اختراع العرب، الوطن العربي يعني مش اختراع. فبيرد الشاب أنكي يعني ماذا؟ قل له أنكر. هي هون العدل طليقة صارت بالرد تبعها، هي اللي عملت ترند. كملت بحثي عن الترند ولقيت الغناية الحقيقية. اسمعوا. Dame un girl, ¿Un qué? un girl, ¿Un qué? ¿Un qué? when shake it, when I see go tip to the lecture. My body go wicked, with this level like dulce de leche. وهيك بس. هلا الاصل اللي عرفنا انه هي اغنيه كوركسيه، يعني بفرنسا وايطاليا المصدر الاساسي. بس مين مؤسس الترند واللي هو قبل هي البنت ما لقيت اي فيديو بدل على شيء. واضح انه هي ما بعرف اذا في قبل او شي فيديو محذوف او كذا ضامط. اما قبل الفيديو ما لقيت ولا على منصه قبل 3 6. فهاي الغنى عرفنا معانيها. طبعا يا ريتنا ما عرفنا معانيها لأنها نزلت من عيني صراحة. حتى يعني قبل ما كنت أعرف معانيها كنت شايفها هيبي أكثر. ونكي ونكر، لا خليك على ونكي ونكر، أنت مش عارف شو المعنى أحسن والغنية الأساسية. فلأنه على ما أعتقد إنه هاي البنت هي مؤسسة الترند واللي نشرته نشروا مع بعض بعديها فورا نزل للأسف. وبعدها انتشر هذا الترند مثل السردين والبيض والزناخة والطناخة وقلة العقل، والناس اللي ما عندها شي تسويه وفاضي وقاعد لا شغل عملي صارت تسوي هذا الترند. نعم نعم، وصلنا لهون بالوطن العربي للأسف. أي شغلة ممكن تلهينا وتخلينا نساوي العجايب وخرب الدنيا. واللي ما بيعمل الترند طبعا بيكون ما بيسوى يكون على السوشيال ميديا،
يعني هي اعتقادات بعض الناس إنه معقول ما سويت الترند بعدها؟ أوكي وما سويت الترند، يلا نسوي الترند. ما بدي أسوي لك. كيف ما بدك تسويه؟ أنت مشهورة، أنت عندك فانز، أنت عندك ناس متابعينك وهيك على السوشيال ميديا وأنت على التيك توك. كيف ما بدك تسوي الترند؟ للأسف إنه إحنا صار شغلنا هيك شغلات تافهة. يو طبعا هاي سلسلة، هاي أول حلقة بسلسلة مكافحة الصراصير. هالسلسلة راح تحكي عن هاي السلسلة راح تحكي عن كل شي هيك في طناخة وزناخة وناس لازم تنقرض عن تيك توك وعن ساحات السوشيال ميديا، والناس عم تضر العقول والأجيال الجديدة، وناس عم تسوي شغلات بس لتجيب مشاهدات. هاي إذا حبيتوا السلسلة أو الحلقة هاي تحديدا، حط سبسكرايب ولايك ويلا. كنت معكم سليمان قنعان، زعيم التاكسي.